مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بكم في الجزء الثاني من سهرتنا النهارده، سهرة استوديو دراما ليوم الجمعة. النهارده عندنا ضيف متميز جدا في برنامجنا استوديو دراما، واحد من اوائل كتاب الدراما، اذا ما كانش هو الاول فعلا بالتحديد في كتابة الدراما التلفزيونية، وده كان من خلال مسلسل هارب من الايام. بيعتبر هو الاول في حاجات كتيرة جدا، اول مؤلف وكاتب قدم لنا مسلسل الاجزاء وكمان الخماسية والمسلسل الكوميدي واصلا الدراما في التلفزيون، ومشي على نهجه بعدها عدد كبير جدا من الكتاب والاسامي الكبيره في الدراما. ده غير ان هو تاريخ طويل في السينما وفي المسرح. معانا كاتب مبدع في كل المجالات اللي قدم فيها اعماله وموهبته الكبيره، الكاتب الكبير فيصل ندى. نورني النهارده يا استاذ فيصل. اهلا وسهلا. طبعا يعني استوديو الدراما وقناه النيل للدراما وبيت الدراما، فاحنا بنرحب بوجود حضرتك معانا، وحضرتك واحد من اهم كتاب الدراما المصريه والعربيه كمان. أنا بعتبر التلفزيون ده بيتي أساسا يعني. ده طبعا. ده طبعا يعني أستاذ فيصل ندى، لما نيجي نتكلم يعني خلينا نبدأ بالدراما التلفزيونية. لما نيجي نتكلم عن الدراما التلفزيونية وبداية التلفزيون المصري، أكيد طبعا في علامات، ومن أهم العلامات هي هارب من الأيام لفيصل ندى. أول مسلسل يتقدم في التلفزيون للمصريين في فترة زي دي، هم ما يعرفوش يعني إيه تلفزيون، ما نعرفش يعني إيه دراما تلفزيونية. مسؤولية كبيرة، وحضرتك كنت ايه الأسس والقواعد اللي حضرتك حطيتها في هارب من الأيام واستمر عليها بعد كده عدد كبير جدا من كتابنا اللي أساميهم رنانة في الوطن العربي كله؟ هو دايما الشباب عندهم الجراءة. يعني دايما نقول الشاب يعني شاب ذو فكر متطور. فلما دخلنا التلفزيون ده ما كناش نعرف أي أسس فيه. فايه انا ابتدعت اسس المسلسل الدرامي اللي هو هارب من الايام. هارب من الايام ويمكن سنه 1962 في عز سطوه الحكم عملنا اول مسلسل هاجم السلطه وهاجم الدكتاتوريه وهاجم الفساد، واتقبض عليا واتهموني انا اسقاط نظام، بعمل اسقاطات على نظام الحكم، على نظام الحكم في وقتها. لكن كان مسلسل جريء بعبر عن ما يعانيه الشعب المصري، ولذلك احبه الشعب المصري وحبه الشعب العربي، وابتدى بيبقى فيه ارتباط بين الجمهور وشاشه التلفزيون، لانه حسوا ان في صدق في الاداء. طب 1962 حضرتك بتتكلم على يعني عز قوه نظام اللي هو كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الفترة دي كانت فترة ناس كتير قوي حاطة تحتيها علامات كتيرة جدا وعلامات استفهام، ان الرقابة ما كانتش فيها بالحرية اللي ممكن مثلا نكون احنا موجودين فيها دلوقتي او في الفترة اللي فاتت، وكان ان يعني الحكم كان ليه سطوة، وكانت كل حاجة بتتعرض للرقابة. ازاي داخل التلفزيون اللي هو اصلا مملوك للحكومه، يعني مملوك للدوله، وبتهاجم النظام من خلال عمل تلفزيوني بيوصل للناس في بيوتها، يعني مش سينما كمان؟ لاننا ما كنت بلجأ الى اسقاطات. يعني ما كنتش بقول مباشره بشكل مباشر يعني. وده كان دايما الباب اللي بهرب منه. لكن عندما بيحسوا بالخطوره، يعني الساقيه كانت خماسيه، عملنا 3 أجزاء، وقفوا الجزء الرابع والخامس لم يتم تصويره. عملت الخماسية كليوباترا في خان الخليلي، عندما استدعت كليوباترا ملوك الإرهاب في العالم من جنكيز خان لتيمور لانك وعاوزة تعمل معاهدة سلام. سمحوا لي ب4 حلقات، لكن حسوا بخطورتي فمنعوا لي الحلقة ال5 برضه. العبقري اللي قام بيها بطولة يوسف وهبي، كنت ده أول عمل كوميدي. ده أول عمل كوميدي. طب احنا هنتكلم عن الأعمال دي. دقيقة واحدة. اتفضل. كانت بتعالج مشكلة الغذاء وسطوة التجار، يعني برضو من خلال الكوميديا واستغلال المواطنين. بالظبط، بتقدم قضية مهمة. لولا ان جمال عبد الناصر كان بيشوف المسلسل واعجب بيه، كان المسلسل ده وقف برضه. فكانت هنا كنا عايشين في رغم السطوة زي انت بتقولي، لكن كنا بنعبر عن افكارنا وبنقدم حاجات. طيب لحد ما جت النكسه للاسف، فكانت نكسه كمان على الفن. ازداد بقى كرباج او سيف الرقابه اكتر
معز المذل. طب احنا قبل ما نتكلم عن المرحله دي، حضرتك قلت لي ان تم اعتقالك بعد مسلسل هارب من الايام. دايما الواحد لو مثلا كان عنده الجرأة زي ما حضرتك بتقول بتاعه الشباب وتم اعتقاله، احيانا الموضوع بينتج عنه حالتين: يا اما بيخاف وبيبتعد تماما عن الاعمال اللي فيها اسقاطات واللي هو بقى يقول لك لا انا همشي جنب الحيط، يا اما بالعكس بيبقى عنده اصرار وعند اكتر ان انا لا بقى هقدم. ده اللي حضرتك عملته؟ انا قلمي عمره ما عرف الخوف ولا حطيت في ذهني اي محاذير الا المحاذير الرقابيه اللي هي ما اسمح لاولادي ان يشوفوه اسمح للجمهور ان يشوفه. يعني اخلاقيه. الاخلاقيه. لكن محاذير سياسيه او محاذير، كنا بنقول حاجات كتيره جدا وكنا بنجد وسيله للهروب، لكن ظل الفن المصري انا وزملائي طبعا بنقول يعني بنقول ونعبر عن مشاكل وقضايانا بمنتهى الجراءه ومنتهى وتعرضنا جميعا للمصادره والمنع والحرب، لكن استمر الفن يقدم دوره في خدمه المجتمع. مين اللي مشي على مدرسه فيصل ندى في الكتابه للدراما التلفزيونيه؟ الكثيرين. يعني انا كنت مجرد بدايه. انا ما اقدرش اقول لك ان في، انا كنت مجرد انا عملت اسس الدراما ومشينا عليها لحد دلوقتي. يمكن اتغير التكنولوجيا، بقت المشاهد بتصور مشهد مشهد ديكور ديكور. ما كنا احنا زمان الاول المسلسل كله بيتصور مره واحده يعني والشاطر يغزل برجله حمار، فكنا بنغزل برجله حمار فعلا، لكن لم يمنعنا هنقدم ابداعاتنا. طب ده ما يعملش اعجاز للمؤلف ان يعني يعجزك؟ اقصد ان انت دلوقتي المفروض ان المسلسل يتصور بشكل كامل، فحضرتك مضطر ان انت طبعا تنسق مع المخرج ترتيب المشاهد بتاعتك علشان يبقى حركه الكاميرا حركه الممثلين. ده ما يضايقش شويه من حريه الكتابه وانك عايز مشهد مثلا يعني خارجي مع مشهد داخلي، ولا كنت بتصرفوا ازاي؟ لا كان كله بيتم داخل الاستوديو. ما كنتوش تقدروا لا ما كناش يعني لازم تحت سياق معين نخرج عن الاربع جدران بتاع الاستوديو. لكن قدمنا فارم لعب معركه في الجبل، في ابتكار. في شباب كان متحمس ان يخلي التلفزيون ده عشان كده التلفزيون قال لك ولد عملاقا. ولد عملاقا بفكر الشباب. بفكر الشباب. لان بعد كده جم مؤلفين شبان كثيرين جدا انضموا الي وقدموا اعمال جيده جدا وكانت علامات من التاريخ، وكنا كلنا بنتصارع في جو من المنافسه والحب. كنا كل واحد نهنئ بعضنا وكل واحد عايز يعني يقدم كمان الاحسن برضه. كان في جو من التنافس الجميل. والحقيقه كان يعني الشباب هم اللي شالوا التلفزيون لحد ما وصلوه الى انه اصبح عملاقا يعني. طيب فكره انك تقدم مسلسل اجزاء، يعني الفكره دي ما كانتش مطروحه وما كناش عارفينها، جات لحضرتك ازاي ان انت تقدم الفكره مسلسل اجزاء؟ الفكره عرضتها ازاي على المسؤولين وهل وافقوا عليها ولا كان فيها اعتراضات؟ انا بحب التغيير. انا ما بحبش الروتين فكري طبعا. فطبعا اي فكره بقدمها لازم تلاقى معارضه من المسؤولين. يعني هارب من الايام رفضت لان ازاي مش متصورين يعني ايه مسلسل عربي يتقدم مسلسل، واشفقوا عليا واعملها سهره لولا تولى الاستاذ نور الدمرداش منصب رئيس قطاع التمثيليات، فامن بيا وقدمنا مسلسل هارب من الايام. برضه كذلك الحال في الضحيه، كذلك الحال في جميع الاعمال اللي قدمها. كان دايما بس المسؤول ممكن يسمح لك، لكن مجرد ما يحس ان في خطر عليك يوقف العمل. يرفع ايده على طول يتخلى عنك ويتخلى عن العمل. يا هو مسؤوليتك بقى في الوقت ده يقول لك انا ماليش دعوه. لا يا ريت. امال ايه؟ انا اتحمل. لا يمنع العمل. يمنعه مصادره العمل. مصادره العمل. بس شعور اكيد يعني مرهق ان بعد ما الواحد او يعني يحزن الانسان ان انت بعد ما تبذل مجهود ويبقى عندك فكره وعايز يتم طرحها وحد يجي يقول لك لا خلاص عملك ده هيتمنع. يعني ممكن يسبب احباط لولا ان العزيمه موجوده، فلا انا هرجع تاني واكتب تاني. لا انا بقول لك انا ما بعرفش حاجه اسمها احباط اساسا. الاصرار. انا عندي تفاؤل دايما. ما شاء الله. عندي تفاؤل وعندي يعني مش مأساوي في حياتي. احنا دايما اؤمن بالله. لا اله الا الله. يعني اؤمن ان انا فكرتي، حتى انا بكتب اعمال انا عارف انها هتترفض
بس يعني بتكتبها. كتبت مسلسل فساديكو. كان بتنقد نظام الحكم عصر مبارك سنه 2005 قبل الثوره. وتنبأت بايه؟ كانت اخر مشهد ارحل. بس كنت واخدها بلد اخرى اسمها فساديكو، وجاب اسماء مستعاره، وناقشت كل حاجه كانت موجوده التي ادت الى قيام الثوره. لكن الرقابه رفضته للاسف. كتبت إن كبر ابنك، مسرحيه 2004. كانت الشباب الابناء صاروا على فساد الحكم، فهربوا للصحراء يحاولوا يعملوا المدينه الفاضله. بدل ما راحوا الصحراء راحوا ميدان التحرير. يعني الكاتب لازم يكون عنده رؤية مستقبلية لما يحدث في المجتمع. لا، وإحساسه كمان بهموم وقضايا ومشاكل الوطن اللي هو عايش فيه، ده بيقربه أكتر للناس. لأنه الكاتب مرآة للمجتمع، أنا بكتب طبعًا للناس. طبعا. معظم الأعمال اللي حضرتك قدمتها إن ما كانتش كلها دايما بتناقش وبتمس قضايا بتهم المواطن المصري، سواء كانت قضايا اجتماعية أو قضايا سياسية. خلينا دلوقتي نشوف مع مشاهدينا مشهد من مسلسل وكسبنا القضية، وكان بيتكلم عن قضية مهمة جدا في وقتها وما زالت مهمة لغاية دلوقتي. نشوف مع مشاهدينا المشهد ونرجع نتكلم مرة تانية. مساء الخير يا بابا، عامل ايه؟ كويس. طيب الحمد لله. ما اروح انا بقى ايه اغير هدومي. تعال يا زغلول. نعم. قرب هنا. نعم يا بابا. اسمع يا زغلول، انا هقول لك كلمتين تحطهم حلق في ودانك، يعني كل ودن تحط فيها حلقه، وكلام اللي انا هقوله ده للناس كلها. اتفضل يا بابا اتفضل. شوف، انا ما حدش يتحداني. تحداك؟ ما تقطعنيش، لما اتكلم تسكت خالص، وكمان سميرة تسكت خالص. سميرة؟ ما تتكلمش. ايوه سميرة في المقدمة. سميرة، شوف اسمع، انا لما اما اقول ان انا هبقى عمدة، يعني هبقى عمدة ومحدش ابدا يعرضني، واللي هيقف في سكتي انا هقطعه، لان انا هبقى زي القطر، زي الديزل يا بابا. بس ولا كلمة. قوم من هنا. حاضر يا بابا. امشي. حاضر. مسلسل وكسبنا القضية وكمان مسلسل أهلا بالسكان كانوا بيناقشوا قضايا مهمة جدا، وهي قضية الإسكان ومشاكل الإسكان اللي مصر بتعاني منها من سنين طويلة. كمان لما كنت بتعرض نوعية ديت من الأعمال، حتى لو في إطار اجتماعي أو في كوميديا، كان برضو بتلاقي اعتراضات من الرقابة؟ شوفي أقول لحضرتك حاجة، وكسبنا القضية الاسم. وكسبنا القضية لأن دي قضية كنت بتكلم على العدالة البطيئة. لأن بعد 37 سنة للأسف هذا الرجل نال حتة أرض كان وارثها من أجداده. 37 سنة قاعد في المحاكم. فكنت بتكلم على العدالة البطيئة. عشان كده وكسبنا القضية. بالظبط، احنا ما زلنا نعاني منها لغاية دلوقتي. ما هي كل مشاكل. بعد كده خدي مراحل إنشاء المدينة البيروقراطية اللي اتعرض ليها. النهارده بيفكروا في قانون الاستثمار الشباك الموحد. الخروج من أزمة الإسكان إيه؟ إنه يفتح مدن جديدة. صحيح. ما كانش في حد من المسؤولين فكر في حاجات مدينة جديدة. وعملت لها تصور كيف ممكن أن تكون مدينة مثالية تعتمد على نفسها اعتماد ذاتي. هو المسلسل ده كان في الثمانينات في بدايتها؟ تقريبا في بداية الثمانينات. لو كان المسؤولين شافوا المسلسل ده كان تجنبوا كل أخطاء المدن الجديدة اللي نشأت بعد المسلسل. أهلا بالسكان، فساد المحليات، بعديها ب10 سنين سقطت عمارة مصر الجديدة و3 مدينة نصر. يعني احنا كنا دائما بندق ناقوس الخطر لكل المشاكل الموجودة في مجتمعنا. فاهماني؟ طبعا الرقابة كانت دايما، يعني عندي مسلسل من أحلى المسلسلات أحلام العصافير. قلت له أستاذ فؤاد المهندس. أيوة. الرقابة رفضته، قالت لي ما فيش عندنا فساد في المحليات.
فهماني؟ بينما يعني لسبب مشاكل لغايه دلوقتي، بسبب مشاكلنا كلها. بتعاني منه في المحافظات. الكتاب لم يبخلوا دائما ان هم يقولوا رايهم، وفي احلك المواقف يعني في. بس انا دايما بشوف ان حضرتك حتى لما تكون القضيه صعبه جدا او ممكن يعني ينتج منها حاجه مأساويه زي العمارات اللي بتقع، برضو في لمحه ساخره او شكل كوميدي بيكون في خط كده موجود. هي اصعب الافكار واثقلها للجمهور قدمها له بشكل كوميدي هتوصل للناس بسرعه. كوميديا سوداء يعني. الكوميديا او زي ما بنقول زي ما بنقول المصريين هم يبكي وهم يضحك. لا ولا يعني. ما بيجيبش انا هم، بجيب ماله في ايه طبق حلو حلويات كده يتذوقها بشكل كوميدي جميل، لكن هدفي موجود في العمل وبقدمه بطريقه يعني ما. فهو الشكل الكوميدي بالنسبه لي شكل محبب الي، وكثيرا هربت من سطوه الرقابه تحت الشكل الكوميدي اللي بقدم بيه العمل. يعني بتتحايل برضو عن لازم يعني الى الان بنتحايل لغايه دلوقتي طبعا. طب دلوقتي ايه الخطوط اللي حضرتك مثلا ممكن تكون بتترفض من الرقابه؟ ايه اللي مش عايزينه يتقدم؟ لا احنا مش عارفين دلوقتي احنا رايحين فين. يعني دلوقتي بنبني مجتمع جديد، مش عارفين ايه الافكار اللي موجوده، إيه نمشي ازاي، نفكر ازاي، نعمل ايه. فهماني؟ لان احنا شايف الاوراق كلها مختلطه ببعضيها للاسف. فهماني؟ احنا ككتاب الرؤيه مش واضحه بالنسبه لنا. ايوه. يعني مثلا انا عندي مسلسل اسمه الفرس الرابح، ده بصوره المفروض في دبي، وعندي اسبانيا وباريس، ومسلسل ضخم جدا وكله نجوم الصف الثاني ونجوم وكل واحد جاي مركز احداثه في دبي، كل واحد جاي شايل هموم بلده. فاهماني؟ النهارده الهموم بتتغير فلازم كل شويه اعمل تعديل في النص مره علشان يتلائم مع الوضع الحالي. فاهماني؟ ففي ايه افكار المؤلف، التغيرات والاضطرابات اللي موجوده دي مش مخليها فكرنا مستقر على شيء. طب تفتكر حضرتك يعني احنا دلوقتي في فتره حرجه جدا سواء كانت في مصر او في معظم دول الوطن العربي، يعني ممكن الحمد لله احنا بالرغم من كل الاحداث المؤسفه اللي للاسف يعني بتمرت بينا في الفتره اللي فاتت، لكن نوعا ما عندنا استقرار مش موجود في بلاد تانية نحمد ربنا عليه. الحمد لله. ايه اللي المفروض على صناع الدراما وطبعا كتاب الدراما، لان الدراما يعني اهم حاجه فيها طبعا الكتابه، هي الكتابه هي الورق، هو دي الاول حاجه فيها. ايه اللي المفروض ان هو يتقدم؟ يعني مكافحه الارهاب، هل مكافحه التطرف الديني؟ انا مش هقول تطرف ديني، لا، الناس اللي بتتاجر باسم الدين وهو الدين بعيدا تماما عن كل تصرفاتهم، ولا التطرف احيانا كمان والتعصب للفكره، وده اللي احنا بنشوفه حتى لو ما كانش، مش هنقول بقى مش هنسميه ديني، يعني انا عندي راي فانا متمسكه بيه جدا، ممكن اوصل بيه لدرجه ان انا اكون متطرفه جدا ضد الاخر. احنا بنشوف ده في الكوره، في الاراء السياسيه، يعني في المشاكل الاجتماعيه. وصلنا لمرحله صعبه قوي، يعني صعب ان انت تقعد تلاقي اتنين يعني حضرتك ليك راي، انا ليا راي، لو حضرتك مش مقتنع برايي خلاص مش مشكله، بس انت بتلاقي في الاخر حصل خناقه، يعني ما بنقدرش نوصل ان احترم راي حضرتك وحضرتك تحترم رايي. ايه دور الدراما ان احنا يعني نرجع مره تانية ان نحترم اراء الاخرين، ما يكونش في تعصب في اي حاجه؟ لان الدوله اساسا لا تهتم بالثقافه من البدايه، من البدايه. يعني احنا لو رجعنا للتاريخ، طلعت حرب مؤسس الاقتصاد المصري سنه 1925، كان سنه 1000 بعدها بعده سنوات انشا استوديو مصر للسينما، لان كان مؤمن ان باهميه الفن هو طبعا مدرسه تعليميه بترسي قواعد السلوك. وظهرت افلام عظيمه جدا، ظهر فيلم لاشين اللي منعته الرقابه لانه كان بيهاجم الذات الملكيه. ظهر فيلم العزيمه حسين صدقي كان بيعالج مشكله البطاله وجاب الحي الشعبي الجميل والنماذج المشرفه. جه بعد كده صلاح ابو سيف هاجم الاقطاع في الوحش والافلام، جه يوسف شاهين عامل الصراع في الوادي. يعني ايه، ما كانش رغم كان للسينما دور رساله. عملنا الله معنا، لولا قامت الثوره ما كانش مصطفى كامل، ده فيلم مصطفى كامل ظهر لولا جمال عبد الناصر شافه ووافق فيه. فالدوله
ما كانت بتحتضن الفن. دولة كانت بتحتضن الفن. امتى الدولة شالت ايديها من الفن؟ الدولة شالت ايديها من الفن سنة 67 في ايام النكسة. وبعدين ادركت اهمية الفن سنة 68. ابتدوا ينشأوا مؤسسة السينما. انشأوا مؤسسة السينما ليه؟ لان كان الفنانين لموا عزالهم وراحوا بيروت. فكان لابد من ان تعود الدولة وتعود للسينما الريادة بتاعتها. صحيح. وكانت نوعية كمان من الافلام اللي بتتقدم في بيروت، مش هي دي نوعية الفن. مش دي نوعية الفن. مش دي مصر بالظبط، مش دي مصر، مش ده الفن المصري. فقامت مؤسسة السينما وتبعها شركة القاهرة بإنتاج العظيم من الأفلام. لكن مشروع اتقتل ليه؟ لأن القيادة كانتش على وعي، فحققت خسائر. هذه الأفلام العظيمة خسرت، وكان خسائر السينما 8 مليون. فكان لابد أن تسحب الدولة يدها من الإنتاج السينمائي، وكان هو بداية الكارثة. كانت هو بداية الكارثة. طيب في فترة السبعينيات برضو في ناس بتلوم عليها كتير قوي، والفن اللي اتقدم في الفترة دي رغم ان احنا كنا منتصرين، هل دايما بعد فترات من الحروب والمشاحنات وبيجي بعديها نصر زي نصرنا العظيم، نصر اكتوبر، هل نوعية الافلام والاعمال اللي بتتقدم في الفترة دي بتكون اعمال بعيدة عن ان احنا بنثقف او بنوعي بيها المواطن، تبقى بس كلها اعمال للاستهلاك اليومي؟ يعني مش كل الاعمال. يعني ايه، الفن ساهم كتير جدا. يعني الفن ما بخلش اطلاقا. نسجل فريد شوقي بورسعيد، فيلم بورسعيد، نصر اكتوبر اتعمل له عديد من الافلام. عملت فيلم انا الوفاء العظيم، واتعمل الرصاصه الارزال في جيبي، مجموعه من الافلام، ونية على الممر. يعني السينما طول عمرها. بس يعدوا على الاصابع. مين؟ يعني يتعدوا على الاصابع. ما بس في ايه، جنود مجهولين بيحاولوا ان هم في وسط مناخ مضطرب. ايام النكسه وبعد النكسه وانتصار، حققنا الانتصار. ظهرت افلام رائعه، افلام الاستاذ وحيد حامد فهماني، او مسلسلاته، افلام الاستاذ محفوظ عبد الرحمن. يعني طول عمرها السينما ايه ما تتخلتش عن واجبها الا في السنوات الأخيرة. طيب حضرتك قدمت قضايا مهمة جدا في السينما وقضايا مهمة في الدراما التلفزيونية. بصراحة كده اللي كان بيوصل وبيبقى ليه تأثير سريع على المشاهد وكمان على الدولة أو حد بينتبه له، كان في السينما ولا التلفزيون؟ لا، على المشاهد أقدر أقول لك التلفزيون والسينما والمسرح. لكن الدولة لم تهتم لا بالسينما ولا بالمسرح ولا بالتلفزيون نهائي. لأن الدولة بتعتبر المسرح يندرج تحت بند الملاهي بالقانون. مالها ليلي. المسرح مالها ليلي لحد دلوقتي القانون. لحد دلوقتي هذا القانون موجود. فاهماني؟ فاحنا ايه، مش قادرين نتحرر من البيروقراطية اللي احنا عشنا فيها سنين. مش قادرين نحط ايدينا على الجرح عشان نعالجه. فاهماني؟ فايه وضع. فانا بقول لك ان ايه، ان الدوله لازم تحتضن الفن، لكن في قياده. لازم هنا القياده اللي ايه هذا المشروع ده مشروع تجاري اولا، لان كانت السينما مصدر الدخل بعد القطن. فن، ما حدش ينكر هذا. فن وصناعه يعني. ايه ليه المنتج القطاع الخاص بيكسب والقطاع العام بيخسر؟ للاسف. فاهماني؟ لان هنا القياده هي القياده. لولا عبد القادر حاتم ما كانش فيه التلفزيون المصري، وزير الاعلام. لولا ثروت عكاشه ما كانش عندنا المشروعات الثقافيه الكبيره اللي احنا عايشين على. لكن المسؤولين اللي بيجوا ما عندهمش رؤيه، ما عندهمش فكر. يعني حضرتك شايف ان اللي يكون موجود في منصب كبير زي وزاره الثقافه او وزاره الاعلام لازم يكون شخص قد مسؤوليه اللي هو بيقدمه للناس، عنده فكر يعني مستقبلي. ما يفكرش لينا، فكر الاجيال الجايه. الاجيال اللي جايه. فكر الاجيال الجايه. ويفكر بجرأة هي كمان. القياده. احنا نفتقد القياده. احنا بنفتقد القياده الواعيه. طب احنا عندنا القياده حملت الفنانين مسؤوليه، والرئيس السيسي حملكم مسؤوليه.
طيب هل المسؤوليه دي تقع على عاتقكم فقط ولا لازم كمان الدوله تساهم فيها؟ وانا بحمل الرئيس السيسي المسؤوليه انه يحتضن الفن الجيد. ما احنا مش هنقدر. طب ايه المطلوب؟ يعني ايه المطلوب؟ ايه 1 2 3 اللي مطلوب من الدولة ومن الرئيس لاحتضان الفن ونشوف يعني نقلة نوعية في الفن المصري في الفترة القادمة؟ ان احنا نحرر عقولنا، بمعنى وليس حرية الابداع، ان هي يبقى حرية الاسفاف للاسف. ان احنا لازم نحرر عقولنا، ليس الابداع هو انك انت تسيء الى او تقدم نماذج سيئه جدا. يعني يمكن انا حظي كان سيء ان انا شفت مسلسلات رمضان وكنت موجود في الرياض، وشفت قد ايه الدمعه في عيون الاخوه العرب بيشوفوا المجتمع المصري بهذه الصوره. هل هذه المراه المصريه؟ وبيتصوروا ان كل سيدات مصر بهذا الشكل طبعاً. او كل شباب مصر كده. فالفن تخلى عن اداء دوره. طب استاذ فيصل، يعني انا شفت كتير واستضفت فنانين كتير مع ان هم يقدموا كل انواع الفن، ويقول لك لا انا مش عايز رقابه، احنا نعمل اللي هو بلس مثلا 18 سنه، اللي هو يعني فوق ال 18 سنه يتفرج، فوق ال 21 سنه يتفرج، وتبقى الرقابه رقابه يعني ان احنا بس نحط كده شريطه على التلفزيون ونقول ان المسلسل ده فوق 16 سنه يتفرجوا عليه، فوق 18 سنه يتفرجوا عليه، وان الفنان حر ان هو يقدم اي حاجه لان ده واقع مجتمعنا. والكلام ده بيقولوه فنانين سواء كانوا مؤلفين او مخرجين او ممثلين، ومتمسكين جدا متحمسين لقضيه يعني لرايهم، وشايفين ان دي حريه يعني نوع من انواع حريه الابداع، وكل واحد حر يقدم اللي عايزه، وانا حره كمتفرجه اشوفه ولا لا. انا مع الرقابه. مع الرقابه. انا مع الرقابه. ان احنا ما وصلناش مرحله النضوج الفكري ان نعرف انه المبدع يعرف ماذا يقدمه او ما يقدمش ومهما كان زي ما قلت لك هناك مخارج للابداع انك تهربي من سطوه الرقابه. هي الرقابه للاسف لا تهتم الا اذا كنت بتتناولي الجانب السياسي. ايوه بالظبط. بتطلع لك عينها الحمراء، لكن خش بعد كده في الاسفاف والتفاهات تسيبك، مالهاش دعوه. انت طالما بعدت عن السياسه اعمل اللي انت عايزه، مالهاش دعوه. يعني احنا كنا في سنوات يمكن بعد النكسه لما هربنا كلنا الى المحطات الفضائيه العربيه، كان بتخضع مسلسلاتنا الرقابه السعوديه. والرقابه السعوديه رقابه متشدده جدا. لكن ما منعش فاضل يعمل الرايه البيضاء، ما منعنيش ان انا اعمل تزوج ابتسم الحياه، ولا مسلسلات حضرات سادة الكدابين، ولا مسلسلات كبيره جدا. مفيش عوائق اللي تحطها الرقابه. في عوائق دينيه اوكي احترمها، ما اقولكش لا. في انحراف اخلاقي لا انا اقاومه. فما تضررناش كمبدعين من الرقابه السعوديه، تضررت اكثر تشدد. لكن بنتقابل من هنا الرقابه المصريه. الخوف اللي هو اي مسؤول بيمسك القلم. الخوف يخاف ان انت زي وافقت على حاجه زي دي. مفيش حد عنده الجراءه انه يتحمل مسؤوليه. بس ازاي لغايه دلوقتي يعني ده احنا بنشوف بس برامج التوك شو بيتقال فيها حاجات يعني تعدي حدود الرقابه كتير. يعني ازاي اشوف ده في برنامج وما اشوفوش في مسلسل تلفزيون؟ ما هو برضو احدى نكباتنا هي برامج التوك شو. دي احدى نكباتنا. يعني انا الحقيقه حزين لما وصل اليه الاعلام المصري. يعني ان انا بشوف ان هم يعني بيقدموا مواضيع مش وقتها. اراء مش نفس الضيوف، نفس الكلام. احزاب انتخابات والاحزاب وطالع احزاب. هو حد حاسب بالاحزاب؟ لا. اسالي رجل الشارع. للاسف اسالي رجل الشارع والترشح فردي ولا قوائم ولا مين؟ واصلا رجل الشارع هو بالظبط. فين برنامجك انت يا حزب؟ فين موقفك انت يا حزب؟ فين موقفك من الجنود اللي اتقتلوا في سينا يا حزب؟ فين موقفك من رباط الطلبه يا حزب؟ فين ارائك يا حزب بمشكله النظافه ولا المواصلات ولا ارتفاع الاسعار ولا ارتفاع الدولار ولا احنا بنعاني. يعني احنا بنعاني. لازم الحزب يعبر
عن معاناه المواطن المصري. ولذلك انا عمري ما انضميت لحزب. اريح. عمري ما انضميت، لان عمري ما كنت اسير، لان ما بقتش في فكر في اي حزب. صحيح. فدي مأساة اللي احنا عايشين فيها. طب نبعد عن المأساة شوية ونشوف عمل من أعمال حضرتك المتميزة ونستمتع بمشهد من مسلسل الفجالة. نشوف معاكم المشهد ونرجع مرة تانية حوارنا الممتع مع الكاتب الكبير فيصل ندى. في ايه يا خليفه؟ ايه اللقطه اللي انا فيها دي؟ انت جايبني هنا تسقعني؟ جايبني تعرضني قدام المحل؟ باعت لي ليه؟ عايز ايه؟ خير؟ جاي لك اهو، جاي لك، اصبر يا اخي، جاي لك. تحب تكسب 10 بواكي مره واحده كده يعدلوا لك حالك؟ 10,000؟ ازاي؟ فرصه ربنا بعتها لك من السما، بس انت وشطارتك بقى، وانت وذكاوتك وحلاوتك عشان تبقى زي كده. ايه وحش انا ولا ايه؟ انا كنت هغلط غلطتك دي واضيع عمري كله مع الالف. خش في الموضوع يا خليفه، بلاش لف ودوران. عايز ايه؟ الله ما بوعيك، قلبي عليك. فريد طنطاوي مش هينفع. مالكش دعوه بفريد. فريد طنطاوي بالذات مالكش دعوه بيه. إيه؟ لا سلامتك. عايزني ابقى حلو زيك؟ الله يخرب عقلك. عايزني اتجوز واحده زي انصاف؟ عايز ست تصرف عليا زيك يا راجل يا عره؟ في راجل مبسوط شارب يعني، عامل دماغ. عامل دماغ ازاي؟ هيبقى براسين يعني مبسوط؟ ربنا يحفظه يا سيدي. حظ مين مبسوط؟ يعني معاه فلوس، غني فرحان، عايز يشتري اللوكاندا بتاعت الباشا الصعيدي. الباشا عارف الكلام ده؟ انصاف راحت له وقابلته، طبعا رفض وقال ما اقدرش ابيع التاريخ. قال يكونش فاكر ان انا كنت هشتري منه ابو الهول. همتك انت بقى معاه وتخرج خوفه من جواه. خوفه ايه يا راجل يا منقرع انت؟ الباشا لا يمكن يبيع اللوكاندا دي بالذات. اشرب بق. امال انا جايبك ليه يا مغفل؟ دي فيها مصلحه كبيره قوي. انا لا يمكن ابيع ضميري يا خليفه. هخليهم لك 15 باكو، والله يبارك لك في بيع ضميرك. ولا مليون يا خليفه. انا راجل محترم بالاذن. انا رايح اشوف شغلي المهم المحترم. محترم؟ الله لا. مسلسل الفجالة من المسلسلات الهامة جدا وتناول أكتر من حقبة زمنية في مصر. هنتكلم طبعا عن الأعمال دي، بس أنا كمان لفت نظري حاجة بقى. أنا لفت نظري وجود محمد سعد بطل من الأبطال المشاركين في المسلسل. مش محمد سعد بس، يعني ده عدد كبير ضخم جدا من فنانين مصر كانت بدايتهم مع الكاتب الكبير فيصل ندى. بتكتشفهم ازاي؟ بتسكنهم ازاي في الادوار؟ ازاي بتديهم الفرصه؟ لان مش بس محمد سعد، سمية الخشاب، شريهان، يعني كتير ما شاء الله من الفنانين. عبد الله غيث مثلا في هارب من الايام، يعني الله يرحمه. وكلهم نجوم من نجوم الصف الاول دلوقتي. يعني هقول لحضرتك حاجه، مثلا الفنان محمد سعد، انا امنت بموهبته واديته الدور، وكان المسلسل ده اخراج احمد صقر، واحمد صقر اعترض عليه، قال لك لا، قال لي الدور كبير عليه. قلت له هذا الفنان سيكون له مستقبلا كبيرا. سبحان الله. وقد كان. سمية الخشاب كذلك. برضه من خلال الفجالة؟ من خلال الفجالة، من خلال مسلسل الفجالة. انطلاق ليها، كان عامل دور صغير لكن كان نقطة انطلاق كبير جدا. مروة حسين، سام جلال، يعني كان في 8 وجوه نسائية جديدة في العمل. بطولة كان عندي الشجاعة ان انا اقدمهم بصورة مشرفة جدا وينطلقوا في طريق النجومية. يعني مين تاني من الاسامي؟ يعني شريهان كانت مع حضرتك؟ شريهان اول ظهورها كان معايا، اكتشافي انا شريهان. فماني لما قدمت لها دعوني اعيش. فماني سور رمزي، عادل ادهم، جميع فنانين مصر 80% منهم يعني. ايوه بس حضرتك بتقول اسامي كبيره جدا، يعني عادل ادهم وشريهان، يعني بصماتي موجوده على جميع فناني مصر. يعني مفيش فنان مصري كبير ما اشتغلتش معاه. حضرتك دايما يعني لما تكون متحمس لفنان بتدافع عنه قدام المخرج، لان طبعا المخرج هو برضه مخرج العمل، يعني اكيد برضه بيبقى ليه كلمه مهمه جدا في اختياره للفنانين. لما بيعترض على اسم وانت بتكون مقتنع بيه، الحب بينه وبين المخرج والتفاهم وثقته في حضرتك اكيد، والثقه تماني. يعني يعني مثلا لما جينا هارب من الايام، كان البطل فريد شوقي، جه نور الدمرداش اختار وجه جديد اسمه عبد الله غيث. انا كمؤلف زعلان،
عايز فريد شوقي. فاهماني؟ لكن لما شفت عبد الله غيث امنت بيه، اقتنعت بيه جدا بالدم الجديد. وانا لسه جديد كمان، ولقيت اللي اديني فرصه ليه ما اديش ناس فرص انا كمان. صحيح. فاهماني؟ يعني اعتبرتها رساله انك تقدمي دايما الايه الدم الجديد في العمل، سواء مش ممثلين فقط ومخرجين اديتهم فرص، ومدير التصوير اديتهم فرص، مهندسين ديكور اديتهم فرص. يعني ما ببخلش عن عملي دايما بالدم الجديد. طبعا. طب الكاتب الكبير فيصل ندى، حضرتك قدمت 104 فيلم سينمائي ما شاء الله، 80 مسلسل و11 مسرحيه. بس ليه دايما اول ما بنقول فيصل ندى على طول يعني ذهننا بيروح للمسرح، بالرغم من ان الاعمال المسرحيه تعتبر اقل كتير من الاعمال السينمائيه والاعمال الدراميه في التلفزيون؟ لان يعني يمكن عشان كل مسرحيه كانت بتعرض 5 سنين. ما شاء الله. فرقم. فلازم بعد 5 سنين اكتب مسرحيه جديده. يعني عملت المتزوجون قعدت 5 سنين، عملت انا دكتور قعدت 5 سنين، فيعني كل مسرحيه ايه بتقعد سنوات كثيره. فعشان كده ايه، وبعدين لازم تكون كمان قضيه تسرني. يعني المتزوجون ناجحه ليه؟ لانها بتتكلم عن مشكله البطاله. دي ناجحه لغايه دلوقتي. لانها اساسا بتتكلم على ايه؟ مشكله البطاله عند الشباب. اماني انا دكتور ناجحه ليه؟ لان بتكلم على الدكتور ملاك ولا تاجر. اماني وبنعاني من نفس المشكله برضو لغايه دلوقتي. الصعايده وصلوا. الحب المفتقد بين العالم العربي ولازم كله يتوحد عشان يواجهوا الجبروت بتاع الارهاب. المدرسون دروس خصوصيه، روشته التعليم قدمتها على خشبه المسرح ايضا. هل المسؤولين انا كنت بعزم المسؤولين لعلمك عشان يشوفوا، انا كنت بجيب الوزراء يتفرجوا على المسرحيه. ويدوا يعني في المدرسين ده كنت بجيب وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العام، ويدوا اوردر للمدارس انها تروح تشوف المسرحيه. لكن الاوردر لم يكن ينفذ للاسف، لان المدرسين مش عايز الطلبه يروحوا يشوفوا المسرحيه. لان انا بحارب الدروس الخصوصيه. يعني ايه؟ لكن ما منعناش ان احنا قلنا راينا. لما نشوف مسرحيه زي مسرحيه المتزوجون من انجح المسرحيات اللي اتقدمت، يعني اي حد مثلا انا بشوف، انا لو كاتب مسرحي وهشوف مسرحيه نجحت النجاح ده كله وبكتب كمان يعني قدمت قضيه وبنفس الوقت بالشكل الكوميدي اللي ناجح لغايه دلوقتي، هيسبب لي عقده. طب ما بالك بقى باللي كتبها نفسه؟ لما بتقدم حضرتك عمل مسرحي يحقق النجاح ده كله مع الجمهور، بتبقى في مشكله ان انت تقول لا كفايه على المسرحيه دي كده 5 سنين، انا هعمل عمل جديد؟ لا، هو شوفي النجاح انا احب النجاح طبعا، فاهمني؟ محدش ما واحب يعني المتزوجون دي عرضت سنه ايه 1967. لا 76 بيتهيألي 76 سنه 76 لما بشوف المسرحيه يمكن بحس بدموعي، بحس ان انا مقهور. ليه؟ لان هذه المسرحيه الناجحه التي تعرض في كل الفضائيات ان ايه انا قابض فيها 1300 جنيه فقط. وايه مفيش حق اداء علني للاسف. يعني ايه لما كان في مؤتمر الابداع اللي كانت عاملاه اخبار اليوم، ايوه، وحضرته لانه بيناقشوا الابداع، ايوه، فلقيت الساده المسؤولين مرصوصين قدامي على المنصه، وكل واحد قاعد بيتكلم قرصنه على الافلام وعلى الاعمال الدراميه وقرصنه الاغاني. فانا استفزيت وقمت قلت القرصان الاول هي الدوله، يعني الدوله سرقه حقوق المؤلف التي اقرها القانون سنه 1954. طب الدوله سرقها ازاي؟ وكافحت انا وزملائي جميعا من سنه 80 وخدنا احكام قضائيه عشان نوفي ناخد حق اداء عن حقنا. والدوله وقفت هي واجهزتها عقبه لحد دلوقتي. فافاجئ ان هم بيتكلموا على الاغنيه، يعني انا المؤلف صاحب العمل لا اتقاضى حق الاداء العلني، بينما المؤلف وصاحب الاغنيه
يتقاضى حق والملحن وصاحب الكلمات الاغنيه يتقاضى حق الالحاني. ويجي يقول لك قرصنه، الاقي بهجت قمر ابن بقى ايمن بهجت قمر الشاعر الجميل ده واقف بيدافع عن القرصنه، مسكته قلت له ابوك بهجت قمر الاستاذ صحيح اللي امتعنا بالاعمال. هل خد حق الاداء العلني؟ لا. اشمعنى احنا الفئه الوحيده اللي الدوله دايسه على رقبتها؟ بس انا هقول لحضرتك حاجه، يعني الشاعر ايمن بهجت قمر هو عمل ده من نفسه، هو ومجموعه من زمايله، وحارب عليها بشكل رهيب. هنيجي نتكلم في جانب اخر، يعني كان ليا لقاء مره مع الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن واستاذ اشرف زكي، دكتور اشرف زكي، وكانوا بيتكلموا ان هم ماسكين المشروع وبقى لهم فتره، الكلام ده من سنين. من سنين وما فيش اي حاجه بتحصل، مفيش حاجه بتعمل. طب ليه ما فيش سعي بشكل كبير زي ما شفنا ايمن كده ككاتب للاغنيه ورا حقه؟ يمكن انا في هذا المؤتمر قلت لايمن نتعاون سوا. صحيح نتعاون سوا. يعني ليه ما تمشوش على نفس الخطه؟ احنا كمؤلفين فقراء مش زيكم انتوا اصحاب الاغاني. احنا كمؤلفين فقراء مش زيكم، ما عندناش الامكانيات اللي عندكم انتوا. وانتوا بقالكم زمان متمرسين بهذه المهنه. تعاونوا معانا. ولذلك يمكن صرختي وصورتي في مؤتمرات خلت كل سواء سينما او تلفزيون ان تتصدر قائمه الاداء العلني اولى توصيات مؤتمر الابداع. لكن هل ستنفذ هذه التوصيات؟ ما هو بالظبط، يعني صرخة حضرتك وكلامك وتوصية، لكن ايه اللي بعد التوصية؟ ايه الخطوات؟ اقول لك هنا لابد هنا الدولة لابد، هذا قرار لن يستقيم ابداع الا اذا المؤلف ده حس بايه؟ بقيمة عمله. بقيمة عمله. لا، وفي نفس الوقت يعني حضرتك يعني القنوات اللي بتعرض الأعمال دي ما هي بتكسب وبتذيع إعلانات. طب ما هو من حقك برضو ككاتب العمل، حتى لو يعني لو رقم بسيط جدا، بس مع كتر التكرار في القنوات أكيد تجيب لحضرتك عائد. لو خدت بس من المتزوجون حق الأداء العلني كنت زماني سددت ديون مصر. من كتر ما اتعرضت. من كتر ما اتعرضت. وكنت عملت لي 20 منطقه عشوائيه كمان. لان كل يوم بلاقيها بتتذاع في 4 5 محطات عربيه وبتاع. صحيح. يعني تحس ان انت قاعده ناس بتسرقك للاسف. وسرقه جهدك ونجاحك بلا مقابل. وده النظام المتبع في الخارج، يعني حق الاداء العلني لكل اللي اشتركوا في العمل. بيعمل له عمل واحد ويعيش عليه حياته. لكن احنا ما شاء الله قاعدين مش هو لوحده، ده الورثه كمان. بننحت في 104 فيلم وفي 80 مسلسل وفي مسرح ومش لاقيين ناكل. ليه قفلت مسرح فيصل ندى؟ لان ما عادش فيه مسرح. المسرح مات، ومات قبل الثوره. عشان ان تكون منصفين. قبل الثوره مات قبل الثوره بكام سنه تقريبا؟ يعني امتى حسيت يعني ان مفيش مسرح في مصر؟ اقول لك حاجه، كان في زمان مسرح التلفزيون 10 فرق. المبدع عبد القادر حاتم جاب الاستاذ سيد بدير و2 موظفين وعملوا 10 فرق مسرحيه تلفزيونيه. وكانت المسرح عاوزين يوصلوا المسرح للناس. كنا بنعرض في مسرح 5 ايام وسرير، وننزل نلف في المدارس والنوادي نعرض مسرحياتنا، ونلف قرى مصر كلها نعرض مسرحياتنا، ونيجي نصورها ونعرضها في التلفزيون. يعني بتروحوا لهم لغايه عندهم، بتوصل الثقافه لغايه عندهم. مشروع ناجح طبعا. لابد ان يقتل، لابد صراع سلطات، ويسلخوا مسرح التلفزيون يقتلوه ويضموه لوزاره الثقافه. وزاره الثقافه تعمل فرق مسرحيه عندهم التكلفه عاليه، عندهم ميزانيه موظفين كتير، مبقاش في مسرح. مبقاش في مسرح. خدي بقى المسرح السياحي في فتره انتعش وكان وعاش ورجع المسرح تاني بايه؟ القطاع الخاص دخل، والاستاذ سمير خفاجه عمل اعمال جيده، ومدرسه المشاغبين ظهرت نجوم كتير، ومسرحيات ذات قيمه كبيره جدا اتقدمت في المسرح. لكن عدم اهتمام الدوله بالمسرح خلت عندنا نوع من ان مفيش جمهور. جمهور انصرف على المسرح. هيجي الجمهور ازاي في زحمه المواصلات؟ هيجي الجمهور ازاي في انقطاع النور؟ هيجي الجمهور ازاي في وسط جو غير امن انه يرجع بالليل؟ فاهماني؟ فايه كل دي ظروف حاطط. سيبك بقى من من غلاء التذكره ولا سعر الاعلانات ولا اجور الممثلين والحاجات دي كلها. فهو المسرح اساسا مات من قبل الثوره بكتير،
وكنت انا بقول مسرح في غرفه الانعاش، انا اعلنتها كثيرا. لكن لما قامت الثوره كان الانهيار التام للمسرح. ما اصبحش في عندنا مسرح، عندنا شويه اعلانات بنقراها في الجرايد ان في مسرحيات. لكن هذه المسرحيات اللي بيعرضوها بتروح لها جمهور؟ ما بيروحش جمهور. اقارب الممثلين هم اللي بيحضروا. دي التابعه لمسرح الدوله، المسرح الخاص تقريبا ما فيش الا الاستاذ جلال الشرقاوي. ما فيش. وفين جلال الشرقاوي؟ هذا الرجل الصامد. الصامد اشجع مننا كلنا. ايوه انه صامد. يعني اخر عمل كان دنيا حبيبتي. ما برضه فين؟ ما بيعرض لك امتى؟ ما برضه مؤكد انها الخسائر رهيبه جدا. طبعا طبعا. فيعني احنا عايشين في فتره فعلا الدوله لازم تهتم بالثقافه وتهتم بالفن. لان ايه؟ دوله اذا اهتمت بالثقافه، انا في رايي ان الثقافه اهم من رغيف العيش. انا في رايي ان الثقافه اهم من رغيف العيش. يعني اعطني مسرحا اعطيك شعبا مثقفا واعيا. فالايه؟ الدوله لابد انها، انا التلفزيون العملاق ده اللي شفناه 60 سنه ما فيش حد، ما فيش قوه قادره تنافسه. ازاي يوصل بيه الحال ده؟ الاداره. نرجع مره ثانيه للاداره. الاداره هي الفاشله. اي مؤسسه فاشله هي الاداره اساسا هي الفشل. لان المدير الجيد هو اللي يبحث عن الربح وازاي يحفز الموظفين اللي عنده على الابتكار والابداع. لكن دائما احنا بناخد الاداره ترقيه، منصب، كرسي منصب، والراجل عارف هيخرج على المعاش بعد كام شهر، فعاوز يمشي اموره وخلاص. لكن هي دي السياسه. احنا عاوزين القوانين بتاعتنا كلها تتغربل. عاوزين يبقى لنا رؤيه جديده. صحيح، بعيدا عن البيروقراطيه. بعيد، عاوزين نبتدي نفكر ازاي ننهض ببلدنا. بلدنا فيها مبدعين في جميع مجالات الفكر. فين المبتكرين؟ عندنا مبتكرين، عندنا شباب صغير ليهم افكارهم. ده انا حفيدي ما شاء الله بيفهم في الكمبيوتر اكتر مني 500,000 مره. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. عندنا جيل واعي وجيل عاش على ننمي هذا الجيل. اين هم؟ هو ده دورهم اللي جاي. لا، فين وزاره البحث العلمي؟ فين المجالس المتخصصه اللي طول عمرنا نشبع وتكتب دراسات؟ فين الدراسات دي؟ مشاكل مصر ما معروفه من زمان، وللاسف ما لهاش حل. مش فاهمه ليه رغم ان هي معروفه. هو السيسي لما قال له قناه السويس 3 سنين قال له عايزها في سنه، مش قال له تمام يا فندم؟ اذا في امكانياتنا احنا كمصريين نصنع المعجزات. السيسي مش هيسقف لوحده. لا، ومش هيدي اوردر لكل الناس في كل مكان. مش هيسقف لوحده. اكيد طبعا. لازم كلنا نتعاون معاه. لازم المسؤول اللي قاعد يمسك الهيئه اللي هو ماسكها يشوف ايه عيوبها. اشوف التلفزيون ده عيوبه ايه، مشكلته ايه، ديونه ليه، من المسؤول عن هذه الخسائر. مش يكفي ان احنا ايه نقفله او نكتفي ان احنا نصرف المصريين اجورهم. لا، انا يهمني المذيع بيعمل برنامج ناجح والناس تشوفه. ايوه طبعا، ويرجع مره ثانيه لمكانته والرياده. الناس تبقى مثقفه. يعني مثلا ثقافه، اهم حاجه الثقافه. بنتكلم على الارهاب. نتكلم على الارهاب. تمام. انا كتبت مسلسل اسمه الازبكيه. كنت بعالج جذور الارهاب من حال شرم الشيخ وطابه والازهر وكل حاجه. وعملت مسلسل بطريقه جميله جدا. قدمته للرقابه. مديره الرقابه قالت لي يا استاذ فيصل، ما خلاص ما عادش فيه ارهاب، ليه هنفكر الناس بالارهاب؟ اذا كان دي عقليه مديرة الرقابه في التلفزيون المصري، يبقى تطلبي مني افكر في ايه بقى؟ هاجي النهارده اكتب على الارهاب ويخلص الارهاب عندنا، تيجي تقول لي تاني الارهاب خلص، هنفكر الناس بيه؟ ما لازم كنا نتفق. لو كنا فاكرينه من اياميها المسلسل ده ما كناش وصلنا للي احنا فيه. وكنت مقدم روشته علاج. لان انا رحت بحرت في هذا الموضوع. ورحت في سينا وقعدت مع البدو وقعدت مع الارهابيين وتعبت عشان اكتب هذا المسلسل. واكيد اللي يخلي انسان يتحول فكره بالشكل ده اكيد ظروف مر بيها هي اللي في الاخر خلته كده. كنت قايلها في هذا المسلسل. كنت ذاكرها. وطالما عرفنا الاسباب اللي حولته اكيد هيبقى في كمان. لكن ايه الفكر؟ حاجات ثانيه لعلاج الفكر ناقص. الفكر عندنا غير مستنير. احنا للاسف عشنا في ايام بصل كتير ونفسنا في ايام العسل.
خلينا نشوف مشهد من مسلسل ايام بصل وايام عسل وايام يوم بصل. عسل ويوم بصل. يوم عسل ويوم بصل، ونرجع معاكم مره ثانيه. اتفضلي يا ماما، بألف هنا وشفا. كل ده علشاني انا؟ وانا عندي اعز من حضرتك، ده حضرتك في مقام ماما بالظبط. ربنا يخليكي ولا يحرمنيش منك. وانتي كمان يا رشا ليكي معزه كبيره قوي قوي جوه قلبي. كويس ان حضرتك جبتي سيره القلب. بصراحه كده بقى قولي لي على اللي جواه. الحمد لله، اخر مره كنت فيها عند الدكتور طمني وقال لي النبضات مظبوطه. انا بتكلم عن النبضات التانية، نبضات الحب يا ماما. جاتك ايه يا رشا؟ فكرتيني بالذي مضى. ده انتي لسه شباب وقلبك يقدر يدق تاني. ما افتكرش من ساعة المرحوم قفلت قلبي بالضبة وبالمفتاح. يا ماما ده انتي لسه شباب ورجالة كتير يتمنوا تراب رجليكي. انتي بتقولي فيها من بعد المرحوم ياما ياما عرسان كده كانت هتتجنن عليا. عندهم حق، مقدرين الجمال والرشاقة. بس انا قلبي ما توعنيش ان انا اجيب لرشاد حد يحل محل ابوه. وحجتك انتهت، رشاد دلوقتي اتجوز وبقى مسؤول عن نفسه. وتفتكري ان رشاد يقبل ان انا اتجوز؟ لازم يقبل، ده حقك في الحياة يا ماما. ثم انت ربيتيه وعلمتيه، حرام يبقى اناني معاكي. المهم انت بس تكوني مقتنعة بالفكرة، ورشاد سيبيه عليا. انا مش عارفة اقولك ايه يا رشا، اصلك فاجئتيني. انا ست زيك واحس بمشاعر الستات مع الوحدة. ليكي حق يا حبيبتي، ربنا ما يوريكي ولا يحكم عليكي. الوحدة مرة مرة جدا، واي ست في الدنيا بتتمنى راجل يضلل عليها. دي مش عاوزة كلام، المهم انت بقى تقولي لي على مواصفات فارس الأحلام. فارس الأحلام حلوة قوي دي. طمني يا ماما، قولي انت بس وما تخافيش. شوفي يا ستي، فارس الأحلام بتاعي كده أنا عايزة واحد رياضي يكون له شخصية وشيك، شبه كده عمر الشريف في فيلم صراع في الوادي. ونجيب منين الوادي ده بس يا ماما؟ ما شاء الله ما شاء الله، عيني عليكم باردة. عن إذنك يا رشا أنا هخش أوضتي. ايه ده؟ يا مالها اول لما شافتني اتلخبطت كده ليه؟ الله، مش عروسة ومكسوفة؟ ايه عروسة؟ وافقت يا رشاد، ادخل بسرعة بارك لها. ارجوكي بقى يا رشا بطلي تهريج، انا ما استحملش اشوف امي. لا بقى، ده انت تبقى اناني. الست وافقت انها تتجوز، حرام عليك تحرمها من حقها. انا مش موافق. انت تبقى مريض ولازم تروح لدكتور نفساني. قصدك ايه؟ قصدي بقى انك لازم تتحرر من عقدة أديب اللي عندك دي بارتباطك بامك. ارجوكي ما تفهمنيش غلط، انا بس عايز اضمن اخلاق الراجل اللي ممكن تتجوزه ده يبقى شكله ايه. ما هي دي يا حبيبي مهمتك، تدور لها على عريس بالمواصفات اللي تريحك. ماما المسلسل كمان يعني بالرغم من ان هو كوميدي وموضوعه لطيف، بس يعني برضو لافت للنظر لقضيه مهمه جدا، ان هو ليه الام ما يبقاش عندها الحق انها ترتبط مره تانية؟ يعني ليه اولادها مصادرين الحق ده؟ لا يمكن اقول لك، وخصوصا الرجاله، يعني البنات ما عندهمش مشكله. يمكن اقول لك ظروف هذا المسلسل. اه هو المسلسل ده سنه 1998. انا سنه 1997 حضرت مهرجان الاذاعه والتلفزيون اللي كان تقيمه، ففوجئت ان المسلسل السوري بيفوز بالجائزه الاولى. فهي كانت طعنه في قلبي. اتضايقت. ولذلك صممت ان انا اكتب مسلسل واتعاون مع الدوله، لان انا كنت تركت التعاون انك تشتغل مع التلفزيون، كنت بشتغل مع شركات القطاع الخاص في الخليج يعني. فقدمت لهم يوم عسل يوم بصل.
فاهماني؟ والحمد لله فاز بالجائزه الاولى كاحسن مسلسل كوميدي تاني سنه على طول في مهرجان الاذاعه والتلفزيون. والحمد لله من ساعه ما خدت الجائزه الاولى دي ايوه ما دخلتش بعد كده الشركه. طب ليه طيب؟ عطوني عشان خدت الجائزه. فبقول لك يعني المسلسل ده بيقول السنه الاولى في حياه الزوجيه، مستعرض كل مشاكل ومشاكلها الاسره. جيت بقى فكرت اعمل الجزء الثاني لان كان نفسي امشي مع العيله المصريه دي. فعملت ازواج في ورطه 7 سنين حرب شعواء. ليه؟ مع البيروقراطيه. طب ليه ده انت بتتكلم عن حاجه اجتماعيه بعيدا عن السياسه لحد ما قامت الثوره ووجدوها فرصه انه يوقفوا المسلسل لان مفيش فلوس. ايوه فيعني ايه ما موجود المسلسل في درج مكتبي. حضرتك شايف ان احنا دلوقتي يعني اللي بيشوف النسب وبيلاقي نسب الطلاق اللي موجوده في مصر نسب مخيفه. يعني زمان واحنا صغيرين لما كان حد مثلا يسمع دي طنط فلانه او عمو فلان اتطلقوا ما كناش بنفهم يعني ايه كلمه طلاق. دلوقتي بقى الطبيعي ان كل اللي في سننا مطلقين، وكل واحد بقى اللي معاه بيبي صغير واللي لسه ما جابش واللي عندهم في ابتدائي. ايه اللي خلى المصريين كده؟ وكانت فين بقى كمان برضو الدراما من كل المشاكل اللي بتحصل علشان وصلت في الاخر الاسره المصريه ان نسبه الطلاق بالشكل المخيف ده؟ لان احنا اساسا في وقت تخلخلت فيه كل القيم. يعني احنا دلوقتي في وقت الانسان تغير، ولذلك يمكن كانت صرختي الدائمه منذ سنوات من بعد الثوره يعني ان احنا اهم شيء فينا اعاده بناء الانسان المصري من اول وجديد. ان احنا كلنا اخطانا في حق انفسنا، فايه ابدا باصلاح نفسي اولا وان اطلب اصلاح الاخر. الاخر. لكن للاسف كل واحد عايز يصلح اللي قدامه وهو من جوه ما فيش. كلنا كل واحد لابس ماسك على وشه بيتعامل بيه مع الناس، فبديش انت عارفه المزيف من الحقيقي. وبتصدمي في كل الاوقات لسوء اختيارك لانك انخدعتي. صحيح. فاحنا عايشين في جو اساسا انا بشبه ان احنا فتره سيبك من الارهاب، سيبك من الحرب، سيبك من الفساد بالظبط. ان احنا المجتمع نفسه اتغير، البني ادم نفسه، الانسان المصري نفسه. فين الانسان المصري ده؟ فين الانسان المصري القديم؟ فين الانسان المصري القديم؟ يعني الانسان المصري هو ده لا يعفر له كنز في سنه. شو ده الانسان المصري؟ مش الانسان المصري هو اللي بنى السد العالي. هي كل المشروعات العظيمه العملاقه دي مش بناها الانسان المصري. صحيح. لكن احنا بقى اصبح ايه الاسره نفسها فيها خلافات بين الاخوه. صحيح. وبين العائله نفسها، الاسره نفسها. فاحنا عايشين فتره انا بعتبرها فتره اضطراب شديده جدا، ودي اصعب حاجه علينا النهارده ان احنا نعيد بناء الانسان المصري وتعاد بالفن. ما هو ده اللي انا بقى عايزه اوصل له. اليونان اليابان عندما دمرت كان السينما هي وسيله اعاده بناء القيم في المجتمع. اليابان لما دمرت بعد الحرب كانت السينما هي سلاحها الاوحد انها تعيد تاني التقاليد والعادات والاخلاقيات الى المجتمع الياباني. يعني طبعا مع نهاية حواري مع حضرتك ويعني خلاصة الكلام اللي طبعا استقيته من حضرتك ان الفن من اهم الأعمدة الأساسية اللي بيبنى عليها المجتمع، ولو عايزين نغير ثقافة وفكر شعب لازم نقدم له فن يغير من فكره وينوره اكتر، ونبعد عن الافكار السلبيه والافكار للاسف المتخلفه اللي بنشوفها والشخصيات السلبيه اللي بقينا نشوفها للاسف في الدراما المصريه في الفتره اللي فاتت. لان هو ده دور الفن. هو الفن ايه؟ ده المصباح الذي يضيء المجتمع. الفن الجيد بيتلف على المصباح ده بعض الذباب بيجذبوا الاضواء، لكن الذباب ده بيسقط وتظل النور هو اللي ساطع. اكيد ان شاء الله. استاذ فيصل ندى، سعدت بلقاء حضرتك بشكل كبير جدا، ودايما طاقه الحماس والطاقه الايجابيه اللي عندك بتشع منك على كل اللي موجودين، ودايما مستنيين من حضرتك الجديد.
ان شاء الله. نورتنا يا فندم. اهلا بيك. نورتنا. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا. بكره باذن الله هيكون في اسره جديده واسبوع جديد، يا رب يعدي على خير على مصر والمصريين، وان شاء الله هكون موجوده معاكم الخميس والجمعه اللي جايين. Thank you.